النهاردة بيتكلم عن كيفية اكتساب اللغة التانية. في البداية لازم نعرف الطفل بيتعلم اللغة الأولى إزاي. في اللغة الأم الطفل بيسمع اللغة من أكتر من مصدر، سواء من البيت من الأب والأم والإخوات، أو من المدرسة والأصدقاء، أو من البيئة المحيطة بيه. وهنا الطفل مش بيتعلم اللغة لكن بيكتسبها. نفس الكلام للكبار اللي بيتعلموا اللغة، بس هنا في نقطة لازم ناخد بالنا منها، إن الطفل بياخد وقت طويل عشان يتعلم اللغة الأم، ويبدأ بعد كده يتعلم قراءة وكتابة. اللغة التانية، الطفل بيتعلم اللغة التانية في المدرسة، بس الوقت بيكون قليل ومش كافي لتعلم اللغة. طب إيه هي مراحل تعلم اللغة التانية؟ أول مرحلة هي المرحلة الصامتة، واسمها كده علشان الطفل أو المبتدئ كبير بيكون صامت وفقط مستمع للغة. نفس الكلام على الكبار. في المرحلة دي الطفل بيخزن قدر كبير من الجمل والكلمات، لكن ما يقدرش يستخدمها، فقط بيكرر اللي بيسمعه. تاني مرحلة هي مرحلة بداية الكلام، من 6 شهور لسنة تقريبا. هنا الطفل أو المبتدأ بيحاول يقول جمل لكن بيكون فيها أخطاء، أو عبارات أو جمل مش كاملة، وده اللي بيحصل مع الكبار، فده شيء طبيعي جدا. المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة التطور اللغوي، ودي بتبقى من سن سنة ل3 سنين. هنا الطفل أو الكبير بتبدأ حصيلته اللغوية تكبر ويقدر يكون جمل كاملة. التعرض الدائم للغة في الفترة دي بيخلي عملية التعلم سريعة جدا. بعد كده مرحلة الفهم أو بداية الطلاقة، من سن 3 سنين ل5 سنين تقريبا. هنا الطفل أو الكبير بيقدر يفهم الكلام اللي بيتقال له، ويقدر يتكلم بجمل بسيطة، يقدر يقرأ نصوص فيها جمل بسيطة ومركبة ومعقدة ويحللها، وكمان يفهم الأسئلة اللي بتتقال له، ويفهم التعليمات برضه اللي بيسمعها. حصيلته اللغوية بتبقى تقريبا 6000 كلمة. آخر مرحلة هي مرحلة الطلاقة المتقدمة، ودي بتاخد حوالي من 5 سنين ل7 سنين علشان تبقى لغتك قريبة من المتحدثين الأصليين. وبكده نكون شرحنا كل مراحل اكتساب اللغة التانية.